السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم. إن شاء الله هذه الحلقة هتكون بعنوان معنى البنوة في الكتاب المقدس. النصارى بتعتقد أن بنوة الله للمسيح في الكتاب المقدس هي بنوة حقيقية، ولكنها بنوة رمزية، والكتاب المقدس يشهد بهذا. فنجد في الكتاب المقدس أنه يتكلم عن أبناء الله ويتكلم على أبناء إبليس. فالبنوة ليست بنوة حقيقية، لأن البنوة الحقيقية لا تأتي إلا عن طريق واحد فقط، وهو طريق الجماع. فهل الله تعالى الله عما يصفون جامع السيدة مريم جماع حقيقة وأنجب منها يسوع؟ تعالى الله عما يصفون. أبدا لا يمكن أن يكون هذا حدث، ولكن البنوة بنوة رمزية. تعالوا كده نشوف معنى بنوة إبليس. في إنجيل يوحنا 8:41 يقول النص: أنتم تعملون أعمال أبيكم. فقالوا له: إننا لم نولد من زنا، لنا أب واحد وهو الله. فقال لهم يسوع: لو كان الله أباكم لكنتم تحبونني، لأني خرجت من قبل الله وأتيت، لأني لم آتي من نفسي بل ذاك أرسلني. لماذا لا تفهمون كلامي؟ لأنكم لا تقدرون أن تسمعوا قولي. أنتم من أب هو إبليس. فهل إبليس له أبناء حقيقيين؟ يبقى ابن إبليس يعني الطالح الشرير العاصي لله الغير مؤمن. أما ابن الله معناها البار الصالح المطيع لله المؤمن. لكن الله ليس لديه أبناء حقيقيين، وإبليس أيضا لا ينجب ولديه أبناء حقيقيين. طيب تعالوا بقى هنثبت أن كلمة ابن الله يعني البار بالمقارنة ما بين نصين، نص في متى 27:50 ونص آخر في لوقا 23:44. يقول نص متى: فصرخ يسوع أيضا بصوت عظيم وأسلم الروح، وإذا حجاب الهيكل قد انشق إلى 2 من فوق إلى أسفل، والأرض تزلزلت، والصخور تشققت، والقبور تفتحت، وقام كثير من أجساد القديسين الراقدين، وخرجوا من القبور بعد قيامته، ودخلوا المدينة المقدسة وظهروا لكثيرين. وأما قائد 100 والذين معه يحرسون يسوع، فلما رأوا الزلزلة وما كان خافوا جدا، وقالوا: حقا كان هذا ابن الله. حقا كان هذا ابن الله. يبقى قائد 100 قال ايه عن يسوع؟ انه ابن الله. تعالوا كده بقى نشوف لوقا 23:44 قال ايه عن يسوع قائد 100. يقول النص: وكان نحو الساعة 6، فكانت ظلمة على الأرض كلها إلى الساعة 9، وأظلمت الشمس، وانشق حجاب الهيكل من وسطه. ونادى يسوع بصوت عظيم وقال: يا أبتاه، في يديك أستودع روحي. ولما قال هذا أسلم الروح. فلما رأى قائد 100 ما كان مجد الله قائلا بالحقيقة، كان هذا الإنسان بارا. كان هذا الإنسان برا. أما قائد 100 في متى 27:50 يقول: هذا ابن الله. يبقى هذا ابن الله تساوي أن هذا الإنسان برا. يعني إيه؟ يعني ابن الله يعني الإنسان البار. يبقى ملخص هذا الكلام أن البنوة إما بنوة حقيقية أو رمزية. فالحقيقية لا تنتج أبدا إلا عن جماع بين رجل وامرأة، غير كده تكون البنوة بنوة رمزية، زي ابن النيل وابن شبرا وابن البلد وابن مصر. يبقى بنوة يسوع لله بنوة رمزية وليست بنوة حقيقية. إن شاء الله نكون قد وفقنا في العرض. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.